والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا ومشاهدينا، معكم زعيد زكواني من قناة سكيورتي عمان. في هذه الحلقة إن شاء الله راح أشرح لكم طريقة تنظيف الآيفون من الملفات المؤقتة وحل مشكلة امتلاء الآيفون. فقط ابقوا معنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بنشر فيديو ولايك. في بداية الأمر راح تحتاجون هذا البرنامج فون كلين. راح تنزلوا هذا البرنامج، تجدون رابط تحميل أسفل الفيديو. بعد ما تنزل البرنامج تبدأ تثبيت عادي وتشغل البرنامج، تنتظر لين يشتغل. هذا الحين اشتغل عندنا البرنامج. هنا في أبديت، طبعا انت راح تنزلها. راح انزل لك هذه النسخة انا. اذا تريد تسوي ابديت سوي ابديت، او اذا تريد، انا الحين ما اريد اسوي ابديت. بعد ذلك راح توصل هاتفك عن طريق الوصلة باليو اس بي. راح الحين نوصل الهاتف مثل ما تلاحظون معنا. الحين الهاتف راح يظهر هنا. هذا الحين ظهر الهاتف. راح تحصل على مساحة. هذه تشوف هنا المساحة الفري الحين 1.44. عندما تعيد تنظف الهاتف، لحظة بس نغلق هذا برنامج الايتونز. هذا تحصل هنا كويك كلين. طبعا البرنامج راح يكون غير مجاني، بس راح يفتح لك هذا كويك كلين. اما اذا تريد الديب كلين راح اعطيكم رابط، قصدي راح اعطيكم السيريال التفعيل، فتحطون السيريال وراح يشتغل البرنامج عادي. فهذا راح يعطيك راح يكون كويك، يعني ينظف بس سطحي، وراح تحصل مساحة بسيطة. أما إذا سويت هذا راح يعطيك مساحة كبيرة، راح ينظف من الأعماق. الحين أنا راح أشرح لكم بس هذا الكويك كلين. بعد ما تضغط عليه تسوي ستارت سكان، راح الحين يظهر هنا عندك الأب كاتشي، الملفات المؤقتة. مثل ما تلاحظ هنا كل هذه الأشياء راح ننظفها. الحين ننتظر لين ما يخلص كامل. هنا راح ياخذ بعض الوقت. راح أوقف الفيديو وأرجع لكم بعد ما يخلص عشان يكون الفيديو ما طويل. عدنا لكم من جديد. هنا راح تلاحظ هذه بعد سكانينج راح تلاحظ هذه الأشياء اللي حصلها الحين. لاحظ هنا الفري 1.44 راح تسوي الحين كلين، راح يبدأ ينظف الحين. بعد ذلك لاحظ المساحة اللي بيعطينا إياها الفارغة. هنا مثل ما تلاحظ بعد ما خلص أعطاك 308 MB مساحة زيادة. مثل ما تلاحظ هنا 1.75 كان 1.44. راح ترجع للهوم، وإذا تريد تسوي الديب كلين اللي هو التنظيف العميق راح تسويه، وراح ياخذ باك اب. لازم ياخذ باك اب، نسخة احتياطية، عشان إذا أي غلط صار مثلا بين التلفون أو أي شيء صار تكون عندك نسخة احتياطية لبياناتك وما تفقد أي شيء. هنا قد نصل إلى نهاية حلقتنا. أتمنى الاشتراك في القناة ودعمنا. إذا عجبك الفيديو سوي لايك، وإذا لم يعجبك الفيديو سوي ديسلايك. وهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.